ثانية واحدة، حضرتك عارف ايه هي العاصمة الإدارية الجديدة؟ ولو مش عارف اعرفك، سهلة يعني. العاصمة الإدارية الجديدة مش بس زي ما كان ناس كتير بتقول انها لإدارة الدولة وقت الأزمات، لا لو سمحت، لا. العاصمة الإدارية الجديدة هي المدينة الأحدث والأقوى في الوطن العربي وأفريقيا كلها دلوقتي. العاصمة الجديدة أيوه هتكون هي مقر الحكم في مصر، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وكل الوزارات، مقر الأوكتاجون، القصر الرئاسي، الأوبرا، حتى الأندية، كل حاجة هتكون موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. مش بس كده، العاصمة الإدارية بتهدف إلى جذب السياحة الترفيهية والسياحة التجارية والسياحة الدينية ببناء أكبر مسجد في الشرق الأوسط، مسجد الفتاح العليم، وكمان أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، كاتدرائية ميلاد المسيح، واتعمل فيها دلوقتي الأيكونيك تاور، وهو أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا كلها دلوقتي. ده غير بقى أكبر مسطح أخضر في العالم اللي هو النهر الأخضر، والنهر الأخضر عبارة عن متنفس للعاصمة كلها، شريان الحياة في العاصمة الإدارية الجديدة. مش بس كده، ده هيكون في أماكن ترفيهية كتيرة جدا، ملاهي كبيرة جدا. ده غير المدينة الرياضية، مش عبارة عن نادي أو حاجة بسيطة، لا دي مدينة رياضية. ده غير الجامعات الأجنبية، جامعات كتيرة مش جامعة ولا اتنين. المبهر في العاصمة الإدارية الجديدة إن كل حاجة معمول حسابها، من أول كابلات النت والطرق، وكمان لحد شبكات الصرف الصحي اللي على هيئة أنفاق. يعني ببساطة معمول حساب العدد الكبير اللي هيكون فيها. احنا بنتكلم في مدينة من الجيل الرابع، مدينة مختلفة جدا عن أي مدينة في مصر. البنية التحتية للمدينة مدروسة كويس جدا، تصميمات المدينة معمولة بطراز عالمي، توزيع الأماكن السكنية والأماكن التجارية متظبطة ومرسومة بنظام محترف، كل حاجة معمول حسابها علشان الأعداد الكبيرة اللي هتزورها من سياحة عربية ومصرية وسياحة أوروبية كمان. ده غير الموظفين الحكوميين اللي هيكونوا موجودين في المكان، يعني المصريين هيروحوا يخلصوا ورقهم هناك، يعني أعداد كبيرة من الموظفين، ما يقارب نص مليون موظف حكومي، كمان غير موظفين الشركات الموجودة في الأماكن التجارية اللي هناك. ده غير المصريين والأجانب، العرب والأجانب اللي من دول أوروبية هتعيش هناك. كل دول هيعملوا كثافة سكانية عالية، ولكن معمول حسابها من قبل ما يروحوا. بالورقة والقلم والآلة الحاسبة، العاصمة الإدارية مشروع ناجح جدا. طيب هل الصح إنك تمتلك دلوقتي ولا أنت مش كحيان يا محمد؟ يا محمد انت مش كحيان يا محمد، هم اللي مبالغين يا محمد. وده الجديد اللي انت اول مره هتسمعه. شوف يا صديقي، العاصمه مليانه مشاريع كتيره جدا واسعارها مختلفه، كل سعر بيقدم لك ميزه، لما السعر بيزيد بيقدم لك مميزات كتيره، ولما السعر بيقل بيقدم لك مميزات اقل. يعني لو انا قدرتي الشرائيه متوسطه هقدر امتلك، ولو انا قدرتي الشرائيه عاليه هقدر امتلك. بعض الشركات بتقدم لك فكره البارتنرشيب، يعني انت عايز تمتلك وحده معينه، الشركه نفسها بتشاركك بالنص، تدفع النص وهي تدفع النص. كل ده بيضمن لك انك مش بترمي فلوسك في الهواء. او ممكن يكون معاك حد صاحبك او شريكك او قريبك انت بتثق فيه وبتحب تشاركه، وممكن تشاركوا بعض. وجهاز العاصمه الاداريه علشان يضمن لك حقك انه ما يضيعش بيعمل عقد لكل واحد داخل في نفس المشروع. يعني لو احنا 2 بيعمل عقدين، لو احنا 3 بيعمل 3 عقود، لو احنا 5 بيعمل 5 عقود لكل واحد، كل واحد بياخد عقد. يعني لو تقدر توفر 5000 في الشهر وشريكك 5000 في الشهر، تقدروا تمتلكوا وحده هناك. هل الوحده دي مضمون انها تتاجر؟ مضمون انها تتاجر بناء على بعض المعطيات، ان العاصمه الاداريه مشروع قومي، الدوله كلها بتسعى لترويجه، وكمان دول خارجيه منبهره بيها وبتعمل اعلانات ليها. ده غير ان المدن الجديده اللي قريبه من العاصمه زي التجمع الخامس، شوف سعرها زمان كان ايه ودلوقتي بقى ايه. وكمان الدوله نفسها عامله كل وزاراتها هناك، وهتنقل كل موظفيها في العاصمه. ده غير بقى الاوبرا، ده غير بقى المدينه الرياضيه، ده غير بقى الاماكن السكنيه، ده غير بقى الايكونيك تاور، ده غير المونوريل. ببساطه الدوله بتسهل للناس اللي هتعيش هناك كل حاجه، من المواصلات، التنزه، الاماكن الرياضيه، الاماكن الترفيهيه، الاماكن التجاريه اللي هتقضي كل حاجتها من هناك. وبتقرب المسافات لكل محافظات مصر بعمل جراج مركزي هناك لكل المحافظات اللي جايه من الصعيد ومن وجه بحري. لو حضرتك عندك قدره شرائيه عاليه او مرتفعه شويه وفاهم في مجال العقارات وعارف ان ده بيزنس قوي ومربح جدا، اتحرك دلوقتي بسرعه، لان الاسعار بعد كده هترفع. مع كل تقدم بيحصل في العاصمه الاداريه الاسعار بترفع بشكل جنوني. ولكن لو حضرتك اجلت قرار شراء الوحده هناك دلوقتي في العاصمه الاداريه، هتكون سعرها رفع وكمان فتره السداد قلت. يبقى تعمل ايه؟ روح لحد انت بتثق فيه شغال في مجال التسويق العقاري او شغال في شركه عقارات بالعاصمه الاداريه واساله، خد رايه، ولكن خلي قرارك سريع شويه علشان تكسب المميزات اللي مطروحه دلوقتي. خليك عارف ان نجاح مشروعك الاستثماري في المجال ده يتوقف على قوه الشركه اللي انت بتمتلك فيها المشروع، الموقع بتاعها، شركه الاداره اللي هتدير المشروع، وثقتك في الشخص اللي هيوجهك على مشروع معين. واخيرا لو حضرتك حابب ان احنا نساعدك بخبرتنا وبمعرفتنا في مجال التسويق العقاري بالمشاريع الموجوده في العاصمه الاداريه او في مكان تاني، ممكن تكلمنا على الارقام اللي تظهر على الشاشه دلوقتي. شكرا لكم جدا، كان معاكم باهي هارون من شركه بناء وطن.